كانت متوقعة هزيمة زيفيزاف اليوم أمام الشلماني؟ متوقعة مقارنة بالتجربة اللي يملكها الشلماني، كانت متوقعة. ياسين معلومي، قبل حوالي شهرين من الآن هنا في هذا المكان في الاستوديو كما قلت قبل قليل، يعني منحت نوعا من الأمل للجزائريين عندما كنت تقول بأنه جهيد زيفيزاف والاتحادية الجزائرية لكرة القدم بدأت تعمل اتصالات حثيثة من أجل تقوية العلاقات، وممكن يفوز جهيد زيفيزاف ويثأر لهزيمة 2019 اللي كان فيها فائز الشلماني. ماذا حدث اليوم بالتحديد؟ ماذا حدث اليوم؟ شوف يا إبراهيم، أنا حاجة متأكد منها، أنه واحد باش يدي انتخابات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وإقناع أعضاء الجمعية العامة، هذا الأعضاء ما تقنعهم إلا بالورقة الخضراء. أقصد أنك لازم هذا الناس اللي موجودين في الجمعية العامة الطريقة اللي تقنعهم بها. أنا نظن اليوم ونقولها يعني بصراحة، أنه رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم عمل كل ما في وسعه باش الجزائر ما تدخلش للمكتب التنفيذي. هذه قناعتي أنا، أنه أقنع أعضاء الجمعية العامة باش الجزائر ما تكونش موجودة في المكتب التنفيذي. مفضل العلاقة تاعو مع الاتحاد الليبي لكرة القدم اللي موجود معه في المكتب التنفيذي، يعني باش ما يخلوش الجزائر يعني تقتحم ولا